صباح النور صباح النور والسرور ومحبة الرسول. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام يا ربي. إن شاء الله نهاركم مزيان بالخير مليان، يعطيكم القبول ومحبة الرسول. فيديو جديد ونهار جديد، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، ونبداو فيديونا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شحالكم البنات؟ إن شاء الله تكونوا الناس الكل بخير يا ربي وبصحة. إن شاء الله يعجبكم الفيديو متاع اليوم وتكملوه للآخر. بديت لكم الفيديو بالقهوة البنينة، قهوة الصباح اللي تعطينا برشا طاقة باش نجمو نكملوا نهارنا ونكملوا شورنا. الفيديو هذايا فيه روتين خفيف في الكوجينة يا البنات، ان شاء الله يكون يحفزكم وينشطكم ولو حتى شوية يا ربي. وفخر الفيديو باش نهزكم معايا للمول صفاقس، مشيت عملت دورة في السولد، وزيد قضيت هكا قضية البنتي للتروسو. ان شاء الله يعجبكم الفيديو وتكملوها للاخر، المفيد ما تزابيوش الفيديو، كملوها للاخر فضلا وليس امرا. حاسيلو روتين خفيف في الكوجينه. انا ديما نقول لكم يدي ديما في الدار، هيك علاش مانيش باش نعمل جروميناج رمضان، حركة رمضان ما عنديش حركة رمضان، ديما يدي في الدار ونحس في داري نظيفة. الحق ما هيش مسخة، على خاطرني مهما حاجة هكا تتمسخ لي نمسحها بالوقت. حبيت نعمل دورة هكا في الكوجينة، مسحة خفيفة للفايونس والأقجار، الحاجة اللي نعرفها حصيل وعندي مسخة يلزمها تنظاف نظفتها. قلت خليني نصور في الفيديو باش نشجع البنات، ولو حتى تبدا حركة خفيفة، ما هوش جروميناج هكا كبير وما فماش تزقزيق متاع ما، الكل ينشط، الكل معناتها هكا روتين تحفيزي، هو اسمه على جسمه روتين تحفيزي، باش الواحد اللي يكون باخل على حتى قضية بسيطة في الدار يتشجع ويقوم يعملها. أنا مثلا الكراسي يقوم بريسك يوميا يتمسحوا يوميا، خاصة إذا معناتها حسيت استعملتها مثلا البلاصة هيكية بالكدا، يوميا نمسح الطاولة بالكدا، يوميا نمسح الكراسي. جبت الطاولة وقلت خليني نكنس ونمسح تحت منها، على خاطر من بعد ما مسحتش انا جيست كنستو برا، بنتي هي اللي مسحت على خاطر يدي توجعني. او هكا تنفيضه صغيره او هو باش الواحد قال هكا يرتاح ضميره كما نقولوها. عملت شي حركه رمضان عملت، اما الحق هي الدار نظيفه ونهارتها بالزهر، والله صدقوني عملت هكا مسحه للكراج، معناتها هي مسحه بنتي كما قلت لكم، اما عملت له هكا تنفيضه خفيفه، وسبحان الله هي حتى معناتها هكا تنفيضه خفيفه تحس بالحاجه سبحان الله تتبدل، والله تحس بها قلش عليك عملت جروميناج كبير. اما من بعد يظهر لي مع 11 ونص نصف النهار قام صيفة عجاج، قام صيفة عجاج يا البنات، حاصيلو اللي من صفاقس تعرف نهارتها العجاج، الدنيا تقلبت بالعجاج. كملت سكرت الشبابك وعرضت هكايا الباب الدار تحت منه هكا حاجة باش ما يدخليش التراب، وسكرت شبابك بالكدا باش ما يدخليش التراب للدار، وهيك البراني قاعد لي في حالة الله غالب وبرا، ما عنديش برشا ملي جبت الفام دي ميناج نظفته، نقول لك عندي شي 3-4 ايام معناتها ملي جاتني وقام العجاج، توا قاعد حالته حليله نستنى باش ننظفه انا وراجلي والبنات، على خاطر وحدي ما عادش نجم. حتى تزيد تبرا يدي شويه، هي الحمد لله في تحسن مش لا، اما ماذا بيا ما نتعبهاش باش هكا نلقى روحي خاصه في رمضان، اش تعرفوا الكوجينه والتطيب وكل شيء. الفايونس الحق زيدا ما هوش مسخ نظيف، انا مهما تاش نلقاها نمسحها بالوقت ما نخليهاش، اما عملت هكا شويه ما معناتها مش مبلوله برشا المساحه هيكيه، حطيت فيها شويه ما وقلت خليني هكا نعمل مسحه متاع خاطر كي نبدا نطيب بالفابور يولي هكا مببش، جيست حبيت نحي التبشيش هو. اما هيك فوق الغاز بريسك يوميا يتحك، والا نهار بعد نهار يتحك اذا ما حكيتوش كل يوم، وبريسك كل يوم يتحك راهو بعد ما نكمل معناتها الفطور، وباش نمسح الغاز لازم باش نحكو فوق الغاز حتى نحك وين الطول يدي، ساعات وكان نعمل كرسي نطلع الفوق، وساعات نحك جوست وين الطول يدي كهو. اما لهنا مساحه الفايونس بالمساحه هيكيه والله الحق تعاون، هي العصا نتاعها ساعات هكا تقصار تعذبني شويه، معناتها يلزمني نقصي باش نعاود نطولها باش نكمل بها، اما سي بون تنقص هكا حاجه باهيه. كملت تحت الطاوله هذه والطاوله الاخرى مسحت، معناتها جبت كنست تحتهم ومسحت، وخليت البقيه كملت بنتي مسحت، انا جيت باش نكنس وكهو.
مثلا الفريجيدير كيف عندي نظيفة، على خاطرني زاده كيف الفريجيدير هذه خاصة يوميا نمسحها. نجي نرجع باكو الحليب ولا الزبدة ولا الفرماج المعجون، أي حاجة نجي نرجعها نمسحها يوميا، تتمسح يوميا، ما هيش مسخة معناتها. عندي حتى فيها حكك نحط فاضل الكسكسي ولا فاضل الروز، الحكة اللي نمد نستعملها نمسحها ونرجعها ديما هكاكا. عندي مثلا القجر هذايا حسيته هكا تمسخ لي شويه، وعندي فيه تاش هكا متاع صديد، عندي نقص بها البطاطا. ساعات البنات يرجعوها مبلوله شويه، هيك اللي تحط لي تاش متاع صديد. او كان نستعمل هذه سماك، البرودوي هذيا سماك تحفون برشا، ينحي اي تاش صديد ولا اي تاش موجوده ينحيها. صبيت شويه في القجار وسكرت عليه، خليته لين نتفاعل معاه البرودوي، ومن بعد هذيك ندور نمسحه حتى من غير حكيكه، نمسح معناتها بالشيفون يتنحى في ساعه، يتنحى ما يقعدش. هذيك حسيته مسخ وفي ديتاش وفي شويه فش. والقجار زيد اللي في البلاكار نتاع المغارف والفراشط وكل شيء كيف هذيك جبت مسحته، واللي عندي نظيف ما شديتوش. كهو أكل حاجة اللي نظيفة حطيتها، والحاجة اللي فيها معناتها ويزمها تتمسحها، وكان مد نمسحها. حتى الخضاره يا البنات اذا وفيت لي البطاطا وفالي البصل، تنحي هذاك البلاستيك اللي مفرشته، ننظفه كان فيه شويه تراب ونمسحه ونرجعه، باش كيف نقضي الخضره نرجع على نظافه. نتاع حشيكم البصل ولا البطاطا ولا معناتها اذا لقيتو سي متمسخ نحي اللي فيه نمسحه ونرجعه، والا كي نقضي الخضره قبل ما نرجع الخضره نمسحهم. اوكي هيك علاش الحاجه تقعد نظيفه، معناتها ما نعمل جروميناج كبير بالكدا كما تعرفوني، واللي مستانسين تبعوا فيا من قبل. الاكثريه تلقاني مرتين في العام نعمل هيك الجروميناج كبير كما يقول لي راجلي مهرجان. نحل مهرجان في الدار، كل شيء يتغسل وكل شيء يتنظف. اما بقيت في سير الايام تلقاني ديما يدي في الدار، باش ما نعملش هيك الجروميناج كبير، على خاطر يتعبني هذيك برشا. اذا باش نقعد ديما كل شهرين كل ثلاثه نعمل كيما هكاكا نتعب. علاش نولي يوكا ديما يدي في الحاجه ما خليهاش تتمسخ كل نهار نعمل حاجه. ريتو لهنايا البنات علاش عامله هيكيا، راني كي نبدا مستعجله حاطه لي شارب نتاعي شعري من تالي يظهر، راني ديما تصير لي. كنت قبل نفسخ السيكونس هيكية، من بعد وليت كي وليت نعرف عاد الواحد تقدم عاد في المونتاج وكل شيء، وانا وليت نحط هكيكه باش الله غالب. والله ما شلقتش بروحي، كان بنتي قالت لي يما شعرك يظهر من تالي، قلت لها ما نعرفش ترى ظهر ولا ما ظهرش. كي عملت المونتاج في البارتي هيكية وقت نمسح في الطاوله نلقى شعري يظهر. والله سبحان الله، الواحد بالجري صدقوني يصبح الصباح الواحد يجري من هذه لهذه. لهنا وكان بعد ما تنحى كصديد وكل شيء، وين رجعت حكيته هكا شويه بالحكاكه ومسحته، وتو باش نخليه يشيح ونرجع له القربج نتاعو. مره اخت قالت لي فرش فيه حاجه باش ما يعملكش صديد. والله هو كيف حتى باش نفرش فيه حاجه لازم باش نحي اللي فيه الكل ونمسحه. حبيت ناخذ هيك المنظم اللي يجي في القجر هيك اللي نحطوا فيه المغارف والفراشط، اما هو كبير بالكدا بريسك كبر القجر نتاعي، ويهز معناتها حتى الليلوش الطوال والسباتيل وكل شيء يهزهم، ماهوش التقسيم نتاعو صغير، التقسيم نتاعو كبير. نهارتها ما خذيتوش علاش، على خاطر الماتير نتاعو حسيته في ساعه يتكسر، اما هو كبير ويلم بالكدا، وحتى البريم تاعو باهي ب 18 19 دينار حاجه كيما هكايا، فيك المغازه نتاع توبيك اللي في طريق تونس. هيك ندمت عليه شر ندم والله العظيم. هو ماهوش كاتب، ما نقولش ندمت عليه، ماهوش كاتب، وكان كاتب راني خذيته. وما عودتش مشيت لها المغازه هيكيا، وكان مشيت لها يمكن راني خذيته. وكان عاودت مشيت التوبيك تو نعاود ناخذه ان شاء الله كل شيء بالكتبه، كانوا كاتب تو نلقاه. كملت نحيت اللي في اللي ما هيكيه زيد كيف نحيت لها هيك تناجر وهيك الكسرونات وهيك القليات باش زيد نحط لها شويه برودوي ونمسحه كيف فيه هكا شويه ديتاش، ونكاو بعد نكمل نشفه ونرجعه. ما شاء الله هو ليلي صغيره هي. ما شاء الله من الساعه وين نمد هزز كل شيء. والله تعرفوا يا البنات البارتي هذيا كنت حاطه فيها الماشين لافي، كانت لهنا الماشينه لافي حولتها للكوجينه غاديكيه، وان شاء الله ربي يسهل في لافيسيل، بقعه لافيسيل بجنب الليفيه ان شاء الله.
عندي شوية هكا ترافو يمكن باش نعملو من بعد العيد إن شاء الله، كل شيء بكتبة ربي. ومن بعد نبرمج لافيسيل إن شاء الله بحول الله. ديما يجوني هكا كومنتارات، خذ لافيسيل راهي تساعدك في للماعون، معناتها تساعد بالكدا، هي تساعد، راهو تساعد من ناحية تساعد ان شاء الله ربي يسهل وبرا. معناتها اذا خذيتها باش نحي القجر هذيك وباش نحي لي مو هيك، هما راكبين ركوب تنحيتهم سهله ماهيش صعيبه، ونعمل غاديكيه لافيسيل وربي يسهل فيها ان شاء الله. أختي عواطف متتبعة وفية زيديك المراقة اللي يزي من شراء الماعون، اشري لافيسيل تساعدك خير، هي من ناحية تساعدني. وشراء الماعون الواحد ماذا بيه ما يشريش، أما الله غالب الشيء يحمص والله الشيء يحمصك يخليك تشري بالسيف من عليك. ما شاء الله الشوا متاع الماعون خيرات، والواحد كيف باش يشري الحاجة اللي ما عندوش، معناتها اللي يستحقها، ما وش عنده حاجة ويعود يشري منها ولا ياخذ بالرغب معناتها. وزيد شراء الماعون بريسك نسال كلنا نحبوا الماعون ونحبوا شراء الماعون، وخاصة تويكية تحس الشوا ما شاء الله كل مرة يخرج شوا جديد هيك اللي باش يهبلك الماعون، مش والله يخليك تشري هكيك سبحان الله. تكون الحاجة ماكش مبرمجت لها تولي تبرمج لها. انا كان نهار جيت لبنتي قلت لها قرطوني على شراء الماعون، تراوني تشوفوني باش نشري الماعون قرطوني مش ما عادش نشري حتى شيء. بالحق راهو والله سبحان الله. ما كنتش انا بدي ما كنتش في شراء الماعون، راني كنت نشري باش اكثر من اللي نشري الماعون. وقتاش تبليت بالماعون ريتو يا البنات الشراء اللي هي عقلي كان في الشراء. القجر هذيك نظفته، هو الوحيد اللي نظفته، علاش على خاطر نحس فيه معناتها يلزمو تنظيفه. الاخرين ما شديتهمش، هذيك اللي بجنبه نتاع المنيد اللي ما نظيف ومرتب. وعندي زوز اقجار اخرين في البارتي الاخرى نضاف زيدا كيف هيك، علاش ما نظفتهمش. نحاول ننظف كان الحاجه اللي نعرفها يلزمها تنظاف. نرجع لكم للشراء نتاع الماعون. قلت لكم كنت قبل ما نشريش ماعون وما عنديش غرام بيه الماعون بالكل. كنت غرامي في شريان الدبش، الماعون ما نلوش عليه. كان حاجة معناتها تكسرت لي كيسان متاع ماء وفاولي ولا متاع جازوز ولا جي وفاو معناتها تكسروا وفاو ونعاود نشري، ولا أصحان كيف تكسروا ونعاود نشري. وتناجر بطبيعة الحال معناتها الطنجرة تشد كي سنين وسنين ما يش باش تتكسر. كان الحاجة اللي تكسرت الحاجة اللي هكا ما عادش عندي أو كان نشري منها، أما الأكثرية كنت نشري باش ما نعرفش كيفاش تبليت بشراء الماعون. يمكن زيد معناتها الواحد يقعد يتفرج على لي ستوري تشوف الشوا متاع الماعون هكا يحمسك هو راهو بالحق يحمسك. كان الحاجة موجودة في صفاقس أو كان نمشي وناخذها، وكان الحاجة ماهيش في صفاقس في ولاية أخرى، وكل واحد يعدي كوموند يعمل ليفريزون باش الحاجة ياخذها. أو كتويكية ولا شوا موجود في كل بلاصة ما شاء الله. كما قلت لكم يا البنات الواحد كيف يتفرج على لي باج ويشوف لي ستوري متاع الماعون ما يشدش روحه، والله ما ينجمش يشد روحه. انا ساعات نلوم روحي من بعد مانيش كان انا هكيكا بريسك نسال كل هكاك معناتها تحب شراء الماعون وتحب الحاجه جديده. انا ساعات كي نمشي المغازه متاع ماعون مش معناتها المراه برك، حتى الرجال ولات تحب الماعون. والله قديش من مره معناتها نلقى الراجل ومرته يبدا يجي لمرته يقول لها شوف هذه محلاها ما تحبش تاخذ من هذه، شوف هذه قديش مزيانه. معناتها حتى الرجال ولات تعشق الماعون وتختار في الماعون تدور، معناتها ما عادش كان المراه وحدها، ولات المراه هي وراجلها، وحتى الراجل تحسه معناتها هكا يعشق الماعون. بالحق هي العين راهي سبحان الله العين تعشق هيك الحاجه. هيك الكاس كيما نقولوا يعجبك تحب تشرب فيه قهوه، ولا الكاس الجي تحب تشرب فيه كاس جي كاس سيترون، الصحن زيدا كيف تعشقوا هكا باش تفطر فيه ولا تتعشى فيه. العين سبحان الله تحب هكا الحاجه المزيانه وتعشق الحاجة المزيانة هيك، علاش الواحد يولي يشري من غير ما يشعر. حتى الشواء يجلب سبحان الله، الشواء متاع الماعون ولا يجلبك. والله نرى فيها معناتها الحكاية هذه مش كان عندي أنا، بريسك عند النساء الكل. وثم حتى البعض من الرجال هكاك يحبوا الماعون ويعشقوا الماعون. نسكروا الملف متاع الماعون ونرجعوا للروتين. كاو كيما ريتوني البنات رجعت هيك الماعون الفور مسحت هكا جوست الظاهر على خاطره وين ما نستعمله نمسحه. بريسك زيدا كيف ديما ندخل يدي فيه يوميا نمسحه. هيك علاش شوية هكا تنظيفة صغيرة. حبيت نصور الفيديو باش نشجعكم وننشطكم.
وش حالكم انتم؟ مش عاملين في تنظيفاتكم في تحضيرات رمضان؟ كملتوا شي حركتكم؟ كملتوا شي تنظيفاتكم قضيتكم؟ تويكية السولد زيدا كيف كيف موجود. الواحد يغتنم الفرصة ويقضي باش العيد. ما شاء الله كل شيء على بعضه. ربي معانا وربي إن شاء الله يشدنا بصحة بدلنا وربي يفتح علينا من خيره ومن رزقه. آمين يا رب العالمين. أنا حاجة واحدة نقول يما على اللي عملت جراميناج على خاطر قام عجاج شيء كبير شيء كبير. هو يظل مش كان عنا احنا في صفاقس عجاج، يظل يمكن احنا من بعد، اما فما ولايات اخرى زيدا كيف كيف. في بالي المهدية ومستير زيدا قام فيهم عجاج كبير برشا. والجنوب زيدا كيف كيف في العجاج حصيله موجود. العجاج الفترة هذية وهي ديجا العزارة معروف معناتها الطقس يبدا متقلب فيها. ساعات يبدا مغيم، ساعات يبدا سخون، ساعات يبدا عجاج، كل مرة وكيفاش الطقس كل نهار وجو حاصيله. كيما نهار اليوم توا نعمل في التسجيل الصوت، نهار الجمعة ما شاء الله نهار سخون 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 يا البنات. الدنيا شيلي البرا ما يتاقش والله. تحس بروحك معناتها نحرق ونحس بروحي عبارة في الصيف، نحس بروحي نعرق عبارة في الصيف. والله سبحان الله. قلت لهم سيل البرد تحسوا بدا يوفى. البرد ايامات معدوده والله يجينا برد بالكدا اللي تقعد لنا سخانه اكثر من البرد. هو بوم زلنا ماهيش سخنه سيء باش تجي. اما نهار اليوم ما شاء الله شيلي 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 على الاخر، نهار سخون بالكدا. من بعد تيليك باش تطيح التمبيراتور هي راهي، اما ما يرجعش هيك البرد الكاسح، ما عادش يرجع البرد الكاسح. والحمد لله على ما يعطينا ربي ان شاء الله. الحمد لله ان شاء الله كل ما يعطينا ربي باللطف، وربي يلطف بينا وبأمة سيدنا محمد الكل. أنا نشكركم برشا برشا يا البنات على الفيديو اللي فات، نشكركم على كومنتاراتكم الحلوة المزيانة. يعطيكم القبول ومحبة الرسول، إن شاء الله كل كلمة حلوة تقولوها إن شاء الله في ميزان حسناتكم. يعطيكم الصحة. محلاكم ومحلى كلامكم ومحلى كومنتاراتكم. سامحوني ما رجعتش على تعليقكم، حطيت لكم جدار برا والله غير من الوقت، ما لقيتش وقت. أنا خرجت نهار اللي هبطت الفيديو، خرجت كما قلت لكم ديجا معناتها صورت نهارتها الروتين هذيا، ومن بعد اللي صورت لكم في المول. دخلت تعبانه من برا ما نجمتش نرجع لي كومنتير، حطيت جدار وبرا. اما انا نشكركم ان شاء الله ديما منوريني يا ربي، ان شاء الله ديما منورين لي القناه، وان شاء الله قناتي ما تكبر كان بيكم وكان بدعمكم وكان بجاماتكم الحلوه. جنود الخفازه كيف كيف ما ننساكمش اللي تحط جيم ما تحطش كومنتير. حطيت لكم اجواء هكية شويه ند حصيله، شويه ريحه بنينه من بعد ما نظفت الكوجينه هكا وقعدت ريحتها بنينه بك الند، وريحتها بنينه باللي برودوي ونظافه محلاها. حصيله لهنا من بعد ما كملت صليت العصر وانا باش نبدل دبشي وباش نروح باش نهزكم للمول. حصيله باش نمشي للمول صفاقس باش نقضي هكا قضية البنتي. دخلت باش نحضر روحي، قلت خليني نكمل الفيديو كيما هو يتعدى هكاكا نهار كامل. حصيله هكا من الصبحية من قهوة الصباح لتنظيف الكوجينة. ما صورتش معاكم كان تحضيري للفطور، والله نسيت نهارتهاش طيبت فطور، والله نسيت شنو دبارة حصيله الفطور. المفيد ما صورتش معاكم تطيب الفطور، دبارة ما صورتهاش. ولهنا من بعد دخلت حضرت روحي باش نمشي للمول، المول صفاقس كما قلت لكم. كملوا الفيديو ما تزابيوش الفيديو، وان شاء الله يعجبكم وان شاء الله نكون خفيف الظل عليكم يا ربي. الطقس نهارتها عجيج قام كما قلت لكم، يظهر لي مع نصف النهار مع الحديش ونص نصف النهار حاجه كيما هكايا، والطقس بدا يتبدل. الصباح كانت هكا شميسه والطقس راكح معناتها صافي راكح ما في حتى شيء مع الحديش ونص، والدنيا حصيله العجاج بدا يعجج عجيج بالكدا. ومن بعد هذيك لهنا وقت اللي احنا خرجنا وهي بدات هكا تنكت تنكيتات هكا بخنيسات صغار مش برشا حصيله، ما صبتش مطر برشا، اما ركحت شويه العجاج، ركح شويه العجاج حصيله بعد ما تردمت بالتراب والدنيا تحربت وصبت هكا شويه هيك المطر باش الطقس ركح شويه. وبردت العشية زيدا كيف كيف شوية. لهنا المول هكايا من برا. ومن بعد فخر الفيديو صورت لكم في الليل، احنا دخلنا لهنا الدنيا نهار خرجنا الدنيا ظلام. حسيلو دخلت كان انا وبنتي، راجلي وصلنا ومشى.
وكملنا قضينا قضيتنا ومن بعد هذيك روحنا. حسيلو ان شاء الله تعجبكم الجوله في المول يا البنات. والله ايش باش نقول لكم، السولد فما حوايج هكا باهيين وفما حوايج البريم تاعهم تحسهم ما هوش متاع سولد. حصيلو فما حوايج تحسهم سولدي سولدي، فما حوايج لا. انا المول يا البنات يعجبني كان في السولد. كي يكون ما فماش سولد المول ما يتقربش بالغلاء، ياسر الاسوام طالعه ياسر 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 بكل صراحه. باللي معناتها الواحد ما نعرفش نحسه مقبول كان في السولد، اما ما غير سولد كي نجي للمول ما غير سولد الاسوام تبدا ياسر مشيعه ياسر غالي. بكل صراحه معناتها اللي باش يشري قطعه باش تتكلف له بالحمل يهود. اللي باش يشري عنده زوز ثلاثه صغار ما ينجمش، اللهم صغير برك تهون باش تاخذ له اوكي داكوردو. اما اللي عنده زوز وثلاثه ما ينجمش يقضي من المول. اذا نحكي اللي كي يبدا ما فماش سولد، اما كي يكون ثم سولد باهي سي بون تنجم تقضي منه المول. حصيلو نهارتها ماهوش مليان برشا، هو حتى بالعبيد ماهوش مليان برشا. انا نتخيلوا في الويكاند يبدا مليان اكثر. في وسط الجمعة معناتها ديما في وسط الجمعة خير من اللي يبدا في الويكاند يكون مليان أكثر من هكايا. قضينا قضيات هكا حلوين للتروسو الحق، فما الشوا ثما موجود. لهنا بديت لكم بالبارفوا هذيا متاع الاكسسوار. قعدت نشوف هذوما الاكسسوار اللي تو نوريكم فيهم هذوما نوفيل ما مش سولدي. والله غاليين يا البنات. وريتو الاكسسوار هيكوما انا نجم نخدمهم. انا ديجا وقتها متتبعه قالت لي عملنا فيديو معناتها اخدم فيه الاكسسوار اللي ناب وكل شيء. غير ضيق الوقت راهو، والله غير ضيق الوقت صدقوني. ما صليش برشا هيك اللي خذيت شويه سلعه على اساس باش نخدم هكا لي براسلي لي انا هكا نخدمهم لي انا راهو ما لقيتش الوقت. ان شاء الله بحول الله كيني خدمت لي براسلي تو نصور لكم فيديو. هيكوما نوفيل قلت لكم يظهر لي الكعبة ب50 حاجة كيما هكا على خاطر السولدي. يظهر لي 20 زعما السولدي، والله نسيت البري. المفيد حسيتهم غاليين والله. جيت باش ناخذ وانا عجبوني جيت باش ناخذ من بعد قلت توا انا معناتها نجم نخدمهم بيدي نروح نشري السلعة ونخدمهم شيء ما فيهم. باش ناخذ كعبة ب50 دينار حرقتني يدي ما نكذبش عليكم، وخاصة نجم نخدمهم. غير بخل مني انا وبرا كهو. هو ضيق متاع وقت والله. ساعات نقول تو نمد هكا نخدم شوية لي براسلي من بعد نلقى روحي تعبانة وعندي مونتاج عندي كومنتاريات يلزمني نرجع التعليق. حصيل ونولي نبخل وكهو. وزيد كاين البرد معناتها يزيد يبخلك ماذا بيك في ساعة تشد هكا الخطا وتتعشى وتقعد في الدفا. حاصل فما أسوام مقبولة وثما أسوام باللي ثما سولد وتحس معناتها ساعات تلقى البوتيك عاملين فيه 40% 50%، أما تحس البري ديما مشيع ديما مشيع. وثما حوايج تلقاهم سي بون معناتها أسوامهم مقبولة. هيك بنتي وكي قاعدة تشوف ونهارتها دخلت بعضها، هي دخلت بعضها ودخلتني أنا بعضي. والله العظيم بالعمل نقول لها معناتها هو دخلت بعضها فيش دخلت بعضها. اش تعرفوا الواحد باش ياخذ تروسو معناتها يلزمو يركز اموره شني الحاجه اللي باش ياخذها، وخاصه معناتها مش كيما من بعد مش كيما اللبسه اللي تلبس فيها تو، مش كيما من بعد هذيك ديما الواحد باش تولي دام وكل شيء لازم تاخذ هكا حويجات متاع رايس وكل شيء. بنتي تمشي كان للحاجة سبور، تمشي برشا للحاجة سبور صرا ولا تجين الحاجة سبور. حاصيلو قلت لها يا بنتي لازمك تاخذ مخلط، تاخذ هذا وهذا، تاخذ سبور وتاخذ شوية هكا أبي سبور وأبي شيك. وحاصيلو لازمك تاخذ الحاجة منوع. نهارتها قلت لها حسيتك دخلت بعضك. قطي بالحق قلت لها انتي دخلت بعضك وزدت حتى انا دخلتني بعضي. عسيلو انا نقول لها خذ هذه تقول لي لا لا باش نمشي ناخذ هذه لا تو بعد هذيك هيك نرجعوا لها اي خلي المره الجايه هيك تو نرجعوا لها. عسيلو خليتها على ريحتها خذيت اللي حبت هي. انا وكنت نعطيها راي وندور معاها ونعطيها راي من بعد نقول لها الراي اللي لك انت اللي باش تلبس وانتي لازمك تاخذ الحاجه تكون مقتنعه بها. انا وكان نعطيك رايي وانتي وكا شوف ومن بعد هذيك حتى كان حاجه ما خذيناهاش تويكيه ما فاتش الدنيا معناتها مازلنا نقضي ومازال السولد ما قضيناش معناتها كل شيء هكا شويه شويه وبرا. ريتو هذه تولي تشد فيها. انا نقول لها بنتي برا خذها والله انا غير مشكلتي ننسى راني البري حتى البري نتاعها باهي سي بون مقبول.
قلت لها برمشي خذها راهي مزيانه، راني الاخر لحظه حتى احنا باش نخرج ونقول لها هيك الجاكيت الفورير ماكش باش تاخذها، تقول لي ما نعرفش يا بنتي راهي مزيانه. شفتنا هذيا وشفت موديل اخر في باب بحر، قلت لها يا اما تاخذ هذيا يا اما متاع باب بحر، نرجعوا لها مرة أخرى على خاطر البري ريزونابل، معناتها باهي كي يكون بري مقبول الواحد يكورج على الحاجة وياخذها. هيك الجاكيت الفورير السومونش نقرق بيها برمشي خذها والله لين انا في الباب خارجين معناتها، وين قلت لها برمشي خذها راهي تحفونه حتى البريم تاعها باهي. ما حبتش، خليت على ريحتها وكي تشوف تجين في السبور وكهوة وليت خليت على ريحتها، قلت ميسالش احنا كيف روحنا معناتها نشوفوا في السولد مازلنا ما درناش بالكدا، خليها توي كي تاخذ كيما تحب، والمرة الجاية تاخذ هكا حويجة أبي سبور أبي لازم الواحد تعرفوا التروسو يكون منوع من كل شيء. حصيلو هي دخلت بعضها كي بشوى وحارتش باش تاخو كل شيء ودوختني معاها وتعبتني معاها، حصيلو روحت تعبانة تعبانة على الاخر. علاش قلت لكم ان نهارتها كيف هبطت الفيديو اللي فات، كي دخلت للدار ما نجمتش نرجع لي كومنتير نتاعكم، حطيت لكم جدار برا على خاطر نحس بروحي تعبانه ما عادش نجم نعمل حتى شيء. والغدوه عندي مساج باش نمشي للمساج، ومن مساج زيدا كيف كيف عندي قضيات وعندي مشى للدونتيست. قلت صعيب كان باش نجم نرجع على التعليق، خليني نحط جدار وكهو المرة هذه مثالش عدي وهالي. أما أنا وكان نشكركم في الفيديو يعطيكم الصحة، إن شاء الله الفيديو هذا يعجبكم المفيد كملوا للآخر، إن شاء الله تكون المشاهدة باهية، إن شاء الله الروتين يعجبكم والجولة هكا تعجبكم ونعطيكم فكرة هكية زيادة على مول صفاقس. وهذا السي واي كيكي البنات زيدا فيه حوايج هكا متاع صيف، فيه ليراب متاع صيف تحفونين هم هذوما اللي نوريكم فيهم، اما ما نعرفش جاوني كانهم مش سولدي، في بالي 400 ولا 120 حاجه كيما هكايا، حسيتهم مش سولدي، اما هو التيسيو نتاعهم باردين الحق للصيف باهين. التيسيو هذايا حسيته سخون، اما هيكم الاولين اللي وريتهم لكم التيسيو نتاعهم باهين باردين. لي سي واي كيكي فيه حوايج متاع الصيف خاصة هكا لي شوميز لي روب لي بول زيدا كيف كيف هكا ديمي مانش موجودين. انا نلوج هكا على الحاجه متاع الصيف كيما لي روب لي شوميز، عجبوني لي شوميز على لي بنطلون لارج حلوين برشا. ثم وحيد يمشيو على لي بنطلون لارج، وثم اللي يمشيو على سراول فيزو شويه، هذوما مثلا يمشيو مع اللارج ويمشيو على الفيزو. راهو ما نعرفش هذوم في بالي نوفيل ما مش سولدي، راهو خاطر شوميز ب60 70 دينار في بالي ما هيش سولدي، ثم شوميزات اخرين سولدي 39 دينار باهين، البريم تاعهم باهي. ديجا برمجت باش نجي ناخذ من هذوما وناخذ من الاخرين على خاطر هما التيشو نتاعهم بارد 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 على الاخر، تعرفوا في الصيف ماذا بينا الحاجه هكا تكون بارده، وانا نحب ناخذ حاجه، نحب ناخذها حاجه تمشي للصيف، توي كي سي شتا ما عادش نحب ناخذ حاجه للشتاء، باش ناخذ للصيف. واش تعرفوا في الصيف نستحقوا برشا لي شوميز ونستحقوا برشا لي روب، ونحس بروحي انا معناتها نستحق باش في الصيف اكثر من نستحق في الشتاء. في الشتاء يمكن الواحد هكا في الدار ما يخدمش، يمكن اللي تخدم تستحق باش تخدم ويوميا تحب تبدل وكل شيء، اما انا اللي نستحقد باش صيف نحس بروحي اكثر من اللي نستحقد باش الشتاء. انا باش ريت ويا البنات وكي هذيا سولدي هذيا بصون دينار سولدي، الاخرين ابرد، راهو التيسيو نتاع الاخرين ابرد والاخرين اغلى شويه، بيناتهم مش برشا اما اغلى شويه. انا مثلا في الشتاء نفضل ناخذ لي بيجاما للدار اكثر من ناخذ باش للخرجه، ناخذ باش للخرجه مش لا، اما مش برشا، الله ما عندي شي مناسبه عندي شي حاجه او ناخذ حاجه معناتها باهيه. اما الاكثريه تلقاني خاصه الشتا حسيت بروحي خذيت لي بيجاما اكثر من الحوايج نتاع الخرجه، خاطر برد وما عندكش وين تمشي وين تجي، وكان واتيتك خرجت او تلبس اللي عندك، سينو واحد قاعد في الدار عاد ناخذ لي بيجاما نلبسهم في الدار ونفرهد روحي في الدار وكهو. اما في الصيف تحس بروحك ثم الخروج ثم العشويات ثم المنتزهات، لازم باش تخرج يا عشويه يا سهريه تستحق باش بزيت في الصيف مش كيما في الشتاء. او هيك علاش توي كي ماذا بيا ناخذ هكا لي روب ناخذ لي شوميز باش الشتاء يزي ستوب، واحد باش ناخذ حاجه لا اله الا الله محمد رسول الله للصيف.
حصيلو ان شاء الله عجبتكم الجولة في المال يا البنات. ان شاء الله الفيديو كله يكون خفيف عليكم ونكون خفيف الظل عليكم. هو الفيديو طويل شوية، ان شاء الله تكملوه، ان شاء الله نكون هكا مونستكم. ديما تقولوا لي مونستنا في القهوة، نشرب في قهوتي وانا متونسة بيك. الله يعطيكم ما يرضيكم، امين يا رب العالمين. نحب نرحب باللي دخل جديد لقناتي، ديما ننسى ونخليه في اخر الفيديو. مرحبا باللي دخل جديد للقناة، ومرحبا بكم الناس الكل، صحيباتي وخياتي. ان شاء الله ديما هكا متفرهدين مع بعضنا، وان شاء الله ديما نفيدوا بعضنا في الخير يا ربي. اللي يشوف الفيديو فضلا وليس امرا يعمل ابوني ويفعل هذاك الجرس باش يظهر له كل جديد. ومرحبا بكم الناس الكل جدد والقدم. ما تنساونيش في الجيم في الكومنتير الحلول مزيانه اللي كيفكم. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو ما خير من هكا، وتكونوا الناس الكل بخير وبصحه.